السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم فيديو جديد من قناتي دلع كرشك مع مطبخ ميدو ميزو. لو اول مرة بتشوف القناة ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. تنزلي تحت الفيديو تضغطي على كلمة اشتراك الحمراء وتضغطي على الجرس وتختاري كلمة الكل عشان يوصلك اي فيديو ينزله. وتتابعي صفحتنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب باسم دلع كرشك مع مطبخ ميدو ميزو. وعايزاكم كده فضلا وليس امر تعملوا لي لايك واشتراك و متابعة كده على كل المنصات بتاعتنا. اسفة جدا طبعا، الدنيا برد وكل واحد يعني شبعان من الفيروس المنتشر الايام دي. ربنا يعافينا جميعا يا رب. تعالوا كده بقى، النهارده هعمل معاكم كده شوية رز بلبن ما حصلوش. كل الاسرار والتركات والحركات محدش هيقولك عليها غير في الفيديو ده. طبعا ده بعد كده نتيجة وصلت لها طالع تحفة. عارفين انتوا كده اللي هو الرز بلبن لما تجيبوه من بره وتلاقوه وشه كده اللي هو المكرمش ده، وتحس كده ان الرز بلبن كريمي ودايب وطعمه تحفة. انا ان شاء الله كده هعمله معاكم النهارده. تعالوا كده ما نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة انا عندي كوباية ونص من الرز اللي هو المج الشاي العادي اللي احنا بنشرب فيه الشاي ده. نقعتهم يعني حوالي ساعة كده تقريبا. وبعد كده صفيتهم ورحت جاي حطهم كده في الحلة وحطيت عليهم شوية مية وولعت كده عليهم النار. هيبتدي كده يغلي معايا لحد ما تحسي كده ان الرز ايه بدأ يدخل، يعني هو هيبقى نص تسوية كده. بعد كده هنجيب اللبن بتاعنا. اللبن ده من عند اللبان او بتوع اللبن، مش اللبن المبستر او المعلب، ده اللبن السايب اللي هو بيبقى بخيره كامل الدسم. بنجيبه طبعا، انا مش بغليه، انا بفضيه من الكيس زي ما هو معاكم اهو. انا كنت لسه جايباه طازه حالا، يعني كنت لسه شارياه في وقتها. نزلت يعني، جبته واشتغلت فيه على طول وبفضيه كده على الرز. انا قلت لكم يعني اللبن مش غليته، انا نزلته كده من الكيس على طول على الرز. ليه بقى؟ علشان هيغلي معايا مع الرز ويحتفظ كمان بوش القشطه اللي هو يعني بنبقى نشيله كده من عليه. زي ما قلت لكم ده لبن كامل الدسم، فالرز بتاعي هيبقى كده غني وكريمي وتحفه. الكوبايه ونص رز اخدوا مني 2 كيلو لبن. تمام. يعني انت لو عايزه تعملي كيلو لبن هتعملي كوبايه الا ربع رز. نزلت كده باللبن تدريجي وبعد كده شلت شويه لبن على جنب علشان ادوب فيهم شويه نشا. بعد كده انا ما بحطش السكر في الاول، انا بحط السكر لما يقرب يجي يستوي. ليه؟ لان لما بحط السكر في الاول بيخلي الرزايه نفسها ناشفه. بصوا، القشطه بدات تطلع اهي على الوش واللبن بدا يغلي معايا وطالع ريحته تحفة وطلع طعمه ما شاء الله. اللهم بارك. امشي على الخطوات زي ما انا بقولك كده واحدة واحدة، هتطلعي رز بلبن احلى من احلى محل موجودة عندك، او اللي هي المحلات المشهورة اللي احنا بقى نروح ناكل عندها رز بلبن ومش عارفة رز بلبن باللوتس وبالمانجا يعني يا جماعة الرز بلبن هو ده الرز بلبن الاصلي. بعد كده كوباية اللبن اللي فضلت على جنب دوبت فيها معلقتين كبار من النشا، يعني معلقتين تلاتة كده نشا. دوبتهم فيها ونزلت كده بيهم على الرز بلبن. بصوا طبقة القشطة اللي على الوش دي ما شاء الله. عشان كده بقول لكم تجيبوا اللبن من عند محل ألبان ويكون معروف ونضيف برضو. وهيكون محتفظ بالقشطة بتاعته اللي هو مش هيغش اللبن. تكون اللبن كده وش القشطه بتاعه موجود زي كده ما بندخله التلاجة ونشيل كده الطبقه بتاعته اللي هي طبقه القشطه اللي احنا بنعملها الزبده دي. هي دي بقى ايه بتبقى موجوده كده على وش الرز بلبن. بدل بقى ما تحطي كريم شانتيه وتحطي بقى قشطه، لا اللبن ده يعني اللي هو بخيره زي ما بيقولوا كده، قشطته منه فيه. بعد كده انا مش هسيب الرز بلبن يربط جامد. بصوا قوامه اللي انا غرفت بيه عامل ازاي. بسيبه كده سيب شويه عشان ما يبقاش الرزايه ناشفه معاكي، او هو بعد كده اما يجي يربط يبقى ناشف معاكي. بصوا شايفين؟ وطالع بقى وشه مكرمش وتحفه. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير واشتراك للقناه. اشوفكم في فيديو جديد واترككم في رعايه الله.